90% من مشاكل تصميم البراند سببها ان البريف اتقرا ولكن ما اتفهمش. وخليني احكي لك حاجه من واقع السوق. اظبط القعده كده. البريف يا صديقي مش ورقه تعليمات، البريف بلان لو قريتها صح هتوفر على نفسك شغل وتعديلات وخناقات. واول غلطه للاسف بنقع فيها اننا بنتعامل مع البريف على انه طلب تنفيذ، مع ان في الحقيقه اللي قدامك مشكله ومحتاجه حل. فقبل ما افكر في المظهر الخارجي للبراند بسال نفسي ايه المشكله اللي موجوده فعلا، وايه اللي البراند بيقدمه سواء خدمه او منتج رقمي. وهنا يا صديقي شغلك كديزاينر بيبدا. بكمل على المكتب مبدئيا بتفلتر البريف، وعندك اي ملاحظه اتناقش فيها مع الكلاينت. مش كل حاجه بتتاخد ومش كل حاجه بتتنفذ، لان التنفيذ الحرفي من غير فهم حقيقي بيطلع براند ملخبط. فلما البريف بيتفهم صح التصميم بيطلع نظيف والتعديلات بتقل، العميل بيحس انك فاهم شغله. من الاخر واللي عايز اوصله لك ان البراند اللي بيعيش يا صديقي مش من الضروري يطلع من شغل كتير، ولكن من الضروري والاهم انه يتفهم صح من الاول علشان يتنفذ صح. مهتم بالمجال ده؟ اعمل فولو علشان تشوف كل جديد.